حلقه جديده وتيجي تبنيها. اهلا بكل مشاهدينا. قعدنا حلقات كتير قوي نقول الشباب الشباب والسر في الشباب ومفتاح التنميه مش هيحصل غير من عند الشباب. بالفعل احنا معانا تجارب ابتدت فعلا تؤتي ثمارها مع الشباب، شباب مختلفين اجتهدوا جدا، حاولوا انهم يوصلوا لمناصب محترمه. فعلا في مشروع تمكين الشباب، وفعلا في اتجاهات في الدولة لتدريب الشباب دول لتولي مهام محترمة، بس مش انهم يسيبوهم كده تعالوا نجيب شباب اي شباب معديين ويلا نحطهم في اماكن قيادية وخلاص، لا نبتدي نعدهم بالفعل لكي يصبحوا قيادات حقيقية موجودة، ونسد بقى ايه، كفايانا مراحل انتقالية وكفايانا ان احنا نقعد نجرب في بعض. علشان كده جابوا مجموعة من احسن شبابنا او من افضل اللي كانوا موجودين في اماكنهم وتقدموا لمثل هذه المناصب وابتدوا يشتغلوا عليهم ويدربوهم، وبالفعل وصلوهم لمناصب، ودلوقتي هم في مرحله الاختبار. قدروا يعملوا اللي هم المفروض يعملوه، هنحييهم. ما قدروش هنقول لهم انتم اخطاتم واحنا كنا مستنيين منكم اكتر من كده. دكتور محمد فاروق معاون وزير الصحه منورنا. اهلا. وزير البيئه عفوا منورنا. اهلا وسهلا ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. دكتور محمد، خلينا نبتدي من البدايات خالص. برنامج الشباب وبرنامج تمكين الشباب، يعني اركز ازاي على النقط الاساسيه اللي استفدتها من البرنامج واللي اهلتك انك تكون في منصبك الحالي؟ والله الحقيقه هي الفكره في حد ذاتها فكره محترمه جدا، وكانت مبادره من سياده الرئيس ان هو يخلي سنه 2016 ده عام الشباب، وعلى هذا الاساس اتحطت بعض البرامج للتمكين. التمكين طبعا ده بيتطلب حاجات اساسيه او عوامل اساسيه، ان انا ازاي ادخل الشباب ان هو يصنع القرار او يشارك في صناعته، وده بيتطلب بعض الاجراءات، ان احنا نأهل الشباب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي من شويه باعدادهم من خلال برامج محترمه ان هو تخليه قادر على ان هو يتحمل المسؤوليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بتحتاج في المقام الاول ايمان من القياده السياسيه، لان احنا محتاجين علشان ندي الفرصه للشباب كامله يبقى في اراده سياسيه حقيقيه. وعلى الجانب الاخر ان الشاب برضه عليه مهمه ان هو يحاول يأهل نفسه بقدر المستطاع عشان يبقى قادر على تحمل المسؤوليه اللي الدوله بترجوها منه او بتتمناها منه. يعني ليه انت وليه باقي المعاونين؟ اشمعنى انتوا بالذات؟ اختاروكوا ازاي؟ والله هو كان الفكره اتحطت ان المفروض نبدا نستعين بالشباب ونمكنهم، فبالتالي بدات فكره المعاونين للوزراء. طبعا كان في فتره طويله قوي ان احنا بعاد عن صنع القرار، فكان الهدف ان يتعمل صف تاني من الشباب على استعداد ان هو في مرحله ما ان هم هيقودوا البلد في المستقبل. طب هل الشباب ده ياخدوه من الدار للنار زي ما بيقولوا، ولا يتعمل برامج لتاهيله؟ فجت الفكره ان يبقى في معاونين للساده الوزراء. بدات تنطرح الفكره، طلع القرار معالي رئيس الوزراء سنه 2014 بتحديد بعض المعايير بتاعه الاختيار بتاعه الشباب اللي هيتولوا منصب معاون الوزير. كان منها بعض الاشتراطات ان هو يكون عنده خبره اداريه في العمل الاداري، منها حاجات خاصه باللغه والمؤهل العلمي الى اخره. بدات نقدمنا يعني للاعلان دوت، اتعملت علينا اختبارات زي حضرتك عارفه، اتعملت انترفيوهات، بدانا نتصفي لاكتر، يعني ننزل لغايه بالظبط على اخر مرحله. كان في لجنه طبعا اتشكلت من الوزاره، من عندنا معالي الوزير شكل لجنه باختيار الساده المعاونين. بدات تصفي، طلعت 4 معاونين و2 كمان قالوا يمكن الاستعانه بيهم على اساس يعتبروا بدائل الاربعه الاساسيين يعني. ومن هنا بدات التجربه بقى، احنا بنحاول يعني بيجربوا فينا، احنا اول ناس بنجرب دوت، وربنا يستر ان احنا نبقى قد المسؤوليه ان شاء الله في المستقبل يعني. ان شاء الله نتعشم خير. واحنا عارفين ان انتوا يعني تم اختياركم على الفرازه زي ما بيتقال يعني باللغه الدارجه. اختبارات عديتوها، شهادات كان لازم تحصلوا عليها. مش عارفه بقى اختبارات اللغه كل الناس قدرت تعدي فيها، ولا قالوا معلش نفوتها دي ما جراش حاجه لغايه ما الناس تقدر حاجة فعلا؟ طب كويس قوي. كانت صعبه جدا. طيب وصلنا لمرحله ان احنا بقينا احد معاوني الوزير، ودي حاجه ظريفه جدا. ده تكليف ولا تشريف؟ منصب اجتماعي كده لطيف، وعندنا مكتب لطيف في الوزاره والناس تدخل تقول لك صباح الخير يا معاون الوزير وتتكل على الله، ولا عندك مهام محدده لازم تقوم بيها؟ ومين اللي اداك مهامك؟ انت اللي يعني اخدتها كده
من بق الاسد زي ما بيتقال، ولا تم عمل اجتماع وتم هيكله الموضوع بشكل رسمي واتقال ان انتم محدد لكم في فتره كذا مهام كذا هنتحاسب بعد الفتره كذا؟ والله في البدايه انا هحكي لك اللي حصل بالظبط معانا يعني. طبعا اللي يعرفوني عن قرب او يعرفوا المعاونين عن قرب يعرفوا انها مش تشريف خالص، بل هي تكليف ومسؤوليه، ونتمنى ونتعشم يعني ان احنا نكون قد المسؤوليه. احنا طالعين مع بعض النهارده على الهوا عشان كل مشاهدينا يبقوا عارفينك عن قرب، مش بس الناس اللي عارفينكم عن قرب، فاحنا عايزين وكاننا موجودين معاكم في الوزاره. واحنا بنحاول ننقل النبض برضه يعني بحيث ان الساده المشاهدين كلهم يبقوا عارفين ايه اللي بيتم يعني او ايه اللي بيحصل. موضوع المكاتب طبعا احنا الحقيقه اللي يشوفني يلاقيني طالع على السلم طول النهار، فبالتالي مفيش مكاتب. ده كويس قوي معاونين شباب عايزينهم عشان يتحركوا. لكن في حد ذاته طبعا قرار التكليف بتاعنا كان محدد فيه المهام اللي احنا هنعملها في الشغل بتاعنا من البدايه. صدر القرار بالتكليف بتاعنا بمهام رئيسيه: الاشتراك في وضع السياسات والخطط والبرامج والاستراتيجيات بتاعت الوزاره، المتابعه للمشروعات بتاعه الوزاره اللي شغاله، وفي حاجات تانية مع الوزير بيبدا يكلفنا بيها ملف ملف. طبعا في البدايه الحقيقه يعني كان اول اجتماع مع سياده الوزير بدا عرض علينا الملفات اللي موجوده في وزاره البيئه. على سبيل المثال يعني انا بتكلم على وزاره البيئه النهارده وما اكثرها، ويعني اكثرها من الملفات ما اكثرها من الملفات. وبعدين بدا هو كان عنده توجه يعني، لان برضه كان حريص ان هو يدعمنا بشكل كافي وما زال ان هو يدخلنا واحده واحده، لان لو كان سابنا مره واحده كده كانت الدنيا هتقع مننا بامانه. فبدا واحده واحده يشركنا في ملفات معينه كل واحد في مجاله اللي هو بيشتغل فيه، لغايه ما كل واحد فينا دلوقتي الحمد لله بقى مسؤول عن بعض الملفات الكامله، هو اللي بيقدر يديرها او ينسق فيها تحت ادارته بالظبط، وريبورت على طول لمعالي الوزير، وهو في اي حاله من الحالات ديت بيبدا يسبورت لو في اي حاجه دعم منه في حاجه، اي مشكله بدات تظهر بيحاول يحلها لنا عشان الدنيا تمشي. تمام. يعني اتعمل اجتماع بشكل رسمي ولا حاجه واتعمل في قرار؟ طبعا. ما فكرتوش انكم كشباب نعكس الموضوع؟ ما انتوا بقى شباب وفكركم بره الصندوق وعايزين تحطوا بصمتكم وعايزين تسمعوا، واحنا بنبقى متحمسين قوي ان يبقى لنا طريقتنا في الاداره وادارتنا. فكرتوش انكم تعكسوا تقولوا كل واحد يدخل يقول حضراتكم 4 معاونين للوزير، كل واحد يدخل يقول انا عندي من القدرات اني اعمل 1 2 3 4، ليه لا توكل ليا ال 1 2 3 4 دول؟ يعني نعكس، بدل ما كنتم تنتظروا ان يتم تحديد المهام ويتم توزيعها عليكم كنتوا تجتمعوا، وده وارد انكم تكونوا عملتوا كده، انا ما اعرفش، انا بتخيل معاك بفكر يعني انكم تقعدوا وتقولوا احنا خلينا نكمل بعض احنا الاربعه، بحيث ان احنا كل واحد بيشتغل على حاجه. حضرتك شغلك الاساسي في اي مجال في البيئه؟ في الاداره البيئيه وفي تحسين البيئه الصناعيه والطاقه بالتحديد. طيب يعني ده ملفك اكيد يعني. طيب ما حدش هيعرف يدي فيه زي حضرتك. دخلت وقلت انا عايز امسك الملف ده وانا مسؤول عن الملف ده وعندي حلول وعندي اقتراحات وعندي مشاكل والناس بتستجيب لكذا والناس رافضه الاستجابه لكذا. هل هو الحقيقه انا نسيت اوضح حاجه في القرار بتاع التكليف، ان هو برضو في جزء منه ان هو ان احنا نبدا نشوف حلول مبتكره للمشاكل اللي موجوده في الشغل عندنا يعني. والحقيقه ده بيحصل، مش ما بيحصلش ان احنا لو في اي مشكله ما بنبدا نعرض على معالي الوزير وهو بيرحب باي حاجه من ديت وبيبدا يسمع لنا كويس قوي. هو الحقيقه مش عشان برضو انا ابقى منحاز، لا هو الحقيقه بيدعم فعلا الشباب لاكتر من سبب. يعني في مجموعات عمل عملها من الشباب بتشتغل بشكل متوازي مع القطاعات عندنا والادارات المركزيه في الوزاره، بحيث ان هم يطلعوا المشاكل ويبداوا يشوفوا الحلول. منهم احنا بنشترك معاهم في الحاجات اللي زي دي. وطبعا اثناء الشغل لو احنا شايفين حاجه تتعلق او مشكله ما تتعلق بالملف اللي احنا شغالين فيه، بنبدا نعرض عليه ووجهه نظرنا والحلول اللي احنا المفروض بنقترحها ايه، وهو الحقيقه برضو بيشوف لو الراي ده مظبوط بيبدا ياخد بيه. قرارات معاوني الوزير الزاميه ولا استشاريه؟ والله هو اداريا يعني في السلك الاداري كده في احنا ما بنبصلهاش بالطريقه ديت. احنا بنبص لها ان احنا كلفنا بمهمه معينه، فاحنا لازم ناديها ايا كان بقى طبيعتها ايه. فعشان كده زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا ايمان ان احنا فعلا تجربه، والتجربه دي لازم ننجح فيها. فبغض النظر في وسائل كتير وادوات كتير
الانسان يقدر يستخدمها عشان يوصل او يحقق هدفه بيها، بغض النظر بقى هل هي الزاميه لحد او استشاريه. لا، انا عندي من الادوات ان انا اقدر احقق اللي انا عايزه. اهم حاجه الهدف اللي انا المفروض شغال عليه احققه باي شكل كان. استعنا بقى بايه من الخبرات والتدريبات اللي خدناها في دورات اعداد معاوني الوزير عشان نقدر نحقق زي ما حضرتك بتقول الاهداف؟ مهارات شخصيه، مهارات عمليه، مهارات اتصال بقى شخصي، يعني عملتوا ايه؟ ايه الحاجات اللي كانت زيها زي قلتها ضيعت وقت على الفاضي، وايه الحاجات اللي كنا فعلا محتاجينها، وايه الحاجات اللي كنا محتاجينها اكتر واكتر؟ هو الحقيقه زي ما حضرتك قلتي، هو طبعا دي تجربه في بدايتها، في حاجات طبعا اكتملت، في حاجات لسه بتستكمل، ويمكن كان في بعض الصعوبات او التحديات مواجهه المعاونين بشكل عام يعني. واعتقد كان في قرار مجلس وزراء صدر مؤخرا ان هو بدأ يحدد الشكل المتكامل لوظيفه المعاون، هيعمل ايه بالظبط بالتحديد، ايه السكوب بتاع الشغل بتاعه، ايه طريقه المحاسبه بتاعته ازاي عشان يبدأ يشوف ويقيم الاداء بتاعه. لكن في الفتره ديت ما فيش شك طبعا، زي ما حضرتك قلتي في الاول، الاختيار تم لنوعيه معينه من المتقدمين بخبرات معينه، بكواليفيكيشنز، بدرجه علميه وتدريبيه معينه، بالاضافه الى بعض البرامج اللي بدات تتعمل في القياده عندنا في الوزاره على سبيل المثال، ازاي الاداره الفعاله مثلا على سبيل المثال، علشان نقدر نبقى قادرين على ان احنا نكمل الايه نعم. الهدف اللي احنا المفروض بنحققه يعني. طيب بقى عندي زي ما بنقول كده صلاحيات، وبقى عندي مدد عمل، ولا احنا بنشتغل لغايه ما التجربه معرفش بقى هيتم تقييمها ازاي، ولا يعني هتنتهي امتى، اللي يتم عمل حركه حراك يعني؟ مش هتفضل حضرتك لغايه سن 60 سنه معاون الوزير الشاب، احنا عايزين يبقى في معاون اخر ومعاون اخر، وحضرتك ترتقي اكتر بما انك اكتسبت خبرات او يبقى عندك مجموعه من الخبرات مناسبه للمكان لتترقى زي ما هو المطلوب. التجربه بقى هتتقيم ازاي عشان يقدر يحصل الحراك ده؟ هو الحقيقه الحراك بالفعل حصل يعني. هي انت على طول كده خلصنا؟ فبدانا بقى لنا سنه، ازيد من سنه ونص الحمد لله دلوقتي. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك كان مجلس الوزراء بدا يشتغل، وده دليل على ان فيه اهتمام بالتجربه، وان هم بتقيم بشكل دوري علشان يشوفوا ايه الصعوبات ويبداوا يحلوها علشان يوصلوا، لان هو الهدف اساسا اعداد الكوادر ديت لتولي مناصب قياديه في المستقبل. فمش معقول انها هتقف على مرحله ان هو هيفضل معاون طول عمره لسن 60، لكن حتى المعاونين متحدد لهم سن معين من 30 لغايه 40 سنه، بعد 40 سنه خلاص مش في كادر الشباب بقى. ايه اللي بيحصل بقى بعد سن 40 سنه؟ احنا الحقيقه برضو لغايه دلوقتي هي مش واضحه بالنسبه لنا، لكن اللي انا شايفه ولمسه ان في اعداد علشان المراحل القياديه المستقبليه. لان زي ما حضرتك تفضلتي مش منطقي ان انا هفضل معاون طول عمري. اكيد. طيب حضرتك يعني خلينا نطلق عليك الموصل الجيد، انت من الشباب والى الشباب، يعني تمام. انت تتعامل مع الشباب وانت تفكر بفكرهم لانك منهم، فالمفروض انك توصل صوتهم وطريقتهم في التفكير وتعاملهم لمن هم اكبر سنا واكثر مسؤولية. عندك الشباب بتفكر بشكل معين وحضرتك منهم، ولكن انت اصطدمت بقى بالواقع العملي، بالقيود الاداريه، بمشاكل الميزانيه، بالحاجات دي. ازاي تقدر تعمل بقى نوع من انواع الموائمه؟ يعني تعمل بقى موائمه، تعمل ادابتيشن كده بشكل او باخر، بحيث ان هي توصل من ده لده وتطلع في الاخر بنتيجه. زي ما حضرتك تفضلتي قلتي، في دلوقتي الباور بتاع الشباب، وفي المسؤوليه الواقعيه بتاعت الجهاز الاداري. لكن في نفس الوقت انا في رايي، وده اللي احنا المفروض كنا بنعمله، لما بيبقى فيه سقف الطموح بيبقى عالي شويه، والله الواقع عندنا كذا، المصارحه والشفافيه في الموضوع دوت هي افضل واقصر الطرق. الوضع عندنا 1 2 3، فبالتالي احنا نقدر نعمل ايه بالامكانيات المتاحه حاليا، وده افضل حل يعني، وده يمكن ده هو اللي بيجيب نتيجه، غير ان يبقى في فجوه ما بين الشاب وما بين القياده. ودي الفلسفه الرئيسيه اللي هم حطوا الشباب في النص علشان يبداوا يقللوا الفجوه دي. التعامل مع الموارد المتاحه ولا خلق موارد جديده؟ انا بتكلم على التعامل مع الشباب، وفي نفس الوقت الموارد اللي حضرتك قلتي على الجانب الثاني،
طيب في كان برضو زي ما تفضلنا قلنا من شويه ان قبل كده كانت الامور مش واضحه، لكن دخلنا في مرحله جديده وضحت ولقينا ما فيش. بنحاول ان احنا بتصرفنا ازاي؟ الصراحه يا جماعه ما فيش، بس بنحاول نعظم من الامكانيات المتاحه حاليا. مواردنا ايه؟ نبدا نتعامل على هذا الاساس ونعظم منها، وده الهدف، ان احنا ما نقفش ونقول خلاص يعني ما فيش فايده. لا، يعني انت فكر جديد بقى وشباب لازم تحاولوا تفكروا بره الصندوق يعني. طيب منتدى الحوار الوطني انتوا شاركتوا فيه كوزاره، وكان ليكم يعني بعض نقاط اثرتوها واصريتوا على انها تظهر بشده. لو حضرتك تديني يعني تلخيص كده عن الموقف ده والنقاط اللي اثرتوها في كوزاره. هو منتدى الحوار الوطني الاول ده كان مبادره وزاره الشباب عملتها استجابه لتعليمات الرئيس علشان عام الشباب، فبدات يعملوا المبادره بتاعت منتدى الحوار الشبابي، وده بيشتغل على 3 مراحل. المرحله الاولى كان بيشوفوا ايه متطلبات الشباب او ايه احتياجاتهم، بعد كده بيعملوا حلقات حواريه ونقاشات، وبعد كده يجمعوا فيها المشاكل والحلول وتتعرض على الرئيس في المؤتمر اللي هيتعمل في شرم الشيخ اعتقد في سبتمبر اللي جاي. الحقيقه كان برضو احد الاهداف ان هم يبداوا يشوفوا الشباب اللي موجود دوت مش قادر يوصل للمسؤولين، طب ازاي يوصل للمسؤولين؟ فكان الفكر في وزاره الشباب ان هم يستعينوا بالساده معاوني الوزراء، على اساس ان هم من الشباب هيقدروا يفهموا وينقلوا وجهه نظر الشباب دوت للمسؤولين. كان من احد النقاط او الاهداف بتاعه المنتدى ان الشباب يقدم المشروعات ديت قابله للتنفيذ، ومعالي وزير الشباب يعني وعد ان هو ان شاء الله هيحاول يوجد لها تمويل بحيث انها تتنفذ. بدات اجتمعنا اكتر من مره، اتقسمنا المجموعات ديت اقترح ان المجموعات ديت تتقسم على حسب المحاور بتاعت خطه التنميه المستدامه بتاعت مصر 2050، منها المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور البيئي. هنتكلم على المحور البيئي دوت، وكان ده بيضم ممثلين لوزاره البيئه طبعا بالاساس، وزاره الري، وزاره التنميه المحليه، وزاره الاسكان، وهيئه المجتمعات العمرانيه. كل وزاره من دول بقى فيها معاونين الوزير. كل معاون من بالظبط كده ممثل في المجموعه بتاعه العمل البيئي. اتعرض علينا مجموعه من المشروعات، بدانا نشوف المشروعات ديت هل هي قابله للتنفيذ ونقيمها. طيب ونساعد الشباب، بدانا نتواصل مع مقدمي الافكار المطروحه دي. طب قبل ما نتواصل مع مقدمي الافكار، تواصلتم كمعاوني للوزراء المختلفين؟ يعني وكأن اجتماع مجلس وزراء مصغر يبقى ده اجتماع مجلس معاونين مصغر حصل بينكم، وكل واحد عارف وزارته فيها ايه، موارده ايه، امكانيات تنفيذها ايه اللي صعب جدا او بره امكانياته، ايه اللي يعني انا معاون وزير اي حاجه مثلا، خلينا نقول الاكس، وحضرتك حاجه اخرى، وشغلنا قد يتعارض مع بعض، وعرفتوا ازاي تزيلوا نقاط التعارض وتعظموا نقاط الالتقاء بينكم، ولا لا كان الامور ماشيه ان زي ما احنا ماشيين دلوقتي الشاب بيتوجه ناحيه الوزاره اللي هو المفروض يطلع معاها وخلاص؟ يعني عملتوا شغل تعاونتوا بين الوزارات؟ بدانا اجتمعنا مع بعض، تمام، اتفقنا احنا هنعمل ايه، وزعنا الادوار على كل واحد فينا، مين مسؤول الاتصال مع الناس دي كلها، مين اللي هيبدا يتناقش فنيا معاهم، لغايه ما توصلنا الى مجموعه من المشروعات. اهمها كان مشروع في مجال التدوير. كويس. ده كان مشروع في سوهاج، احد الشباب الواعدين الحقيقه في اخميم. اخميم بالنسبه له يعني ليها سحر خاص وتاريخيا، وهو مش عاجبه الوضع الحالي، فبدأ يفكر ازاي يعمل منظومة لإدارة المخلفات فيها. تواصلنا معاه، هو أبدى ان هو عنده استعداد يجي يشرح لنا الفكرة بالتفصيل. قعدنا معاه عندنا في الوزارة، ويمكن حضرتك لما اتكلمنا بقول ان معالي الوزير بيساعد، لا الحقيقة لما انا عرضت عليه الفكرة ان احنا هنقعد في الوزارة، بستأذنه ان احنا هنقعد في الوزارة مع السادة المعاونين الآخرين والشباب، هو ما رفضش وما تاخرش، بل وفر لنا الامكانيات الفنيه والدعم الفني لينا. فكان استعنا باحد الخبراء عندنا، رئيس الاداره المركزيه للمخلفات، قعد معانا في الاجتماع علشان نناقش الفكره والمشروع بتاع الشاب دوت. قبل ما نقعد معاه كان الزميله الدكتوره رنا معاون وزير الصحه، تواصلنا مع محافظ سوهاج
والحقيقه عرضنا عليه، قعدنا معاه وعرضنا عليه المشروع، وهو رحب جدا ان هو يقدر يدعم المشروع دوت، وحب ان هو يقعد معاهم. وفر الامكانيات في المحافظه، بداوا يعملوا صياغه للمشروع ويتعمل له دراسه جدوى متكامله. كويس أوي. جالنا احنا في وزاره البيئه بقى مع المجموعه، قعدنا فصصنا المشروع حته حته، ناقشناه في كل التفاصيل، وبعدين اخذنا الخلاصه وعرضناها على المنتدى الحوار على اساس ان هو يستكمل الاجراءات بتاعته. والحقيقه المعلومات اللي وصلت لي ان هو اختير ان هو ان شاء الله يبقى في امل ان هو ينفذ بشكل او باخر. احنا حاليا بنفكر معاه دلوقتي ان هو يعمل بايلوت عشان يبدا على مثلا سكيل صغير، عشان يقول ان احنا عملنا وحققنا بالفعل، ان الكلام ده ما كانش كلام مجرد على ورق بس. لا، فكرة عمل بقى نموذج تجريبي علشان نتأكد من ان الامور ماشية تمام، وان الكلام ده ما هوش بس افكار ممتازة ولا تصطدم بالواقع عند التدريب. ده هيحتاج شوية فلوس من عند الشاب، ولا من عندنا احنا في الوزارة، ولا من عند مين؟ هو ده بقى كان السؤال اللي احنا بنحاول نجيب له الاجابة دلوقتي. لما تواصلنا مع الشاب في اخر مرة قلت له انت عندك استعداد بتقول، وكان هو بيقول ان هو كان ليه تجربة سابقة، من فضلك حاول انك انت تجرب بشكل او باخر من خلال الامكانيات المتاحه عندك. وفي نفس الوقت سياده المحافظ هناك في سوهاج كان واعد ان هو يدعم. فنحاول احنا نوصل الاثنين ببعض، يبداوا على الاقل مثلا منطقه صغيره ويشوف ايه النتيجه، عشان يشجع اللي ناوي ان شاء الله يمول ان هو يمول وقلبه جامد. تمام. عندنا مجموعه قضايا بتبقى على قائمه او على اجنده كل وزاره. تمام. بتبقى جزء من الخطه العامه للدوله، وكل واحد بقى بينفذ الجزء الخاص بيه. وده بيبقى واحد من اهم اسباب نجاحات الدول اللي بتقدر انها تنفذ خططها، يعني جنب ان كل واحد بيبدع من وجهة نظره، ولكن في خطة عامة لابد من الالتزام بيها علشان ما تبقاش الدنيا برضو ايه مفرطة مننا زي ما بنستخدم اللغة الدارجة. بتجيبوا الشباب وبتتكلموا معاهم في الاجندة الخاصة بوزارة البيئة، ولا زي ما بنقول كده حماس الشباب وثورتهم واعتراضهم دايما على كل ما هو مفروض عليهم بيخليهم يرفضوا ويبقوا حاسين ان ده ممكن يقيدهم، فبيطلبوا انهم هم اللي يفكروا افكار وينفذوها منهم نفسهم؟ هو زي ما حضرتك اتكلمنا من شويه، قلنا ان المفروض خلاص احنا بدانا ان عام 2016 ده عام الشباب، وفي نفس الوقت لازم نبقى واعيين للمعلومه مهمه جدا ان مصر تعتبر من البلدان الشابه، يعني ازيد من 60% تقريبا من الشباب. فلازم نسمع لهم ولازم نحترم ارائهم، وده بالفعل موجود زي ما قلت لحضرتك حاليا، ان بيتم الاستعانه بيهم في معظم البرامج اللي شغاله في الوزاره. نعم. مجموعات العمل اللي شغاله لازم بتبقى ممثل فيها عناصر شبابيه. زي ما قلت لحضرتك من شويه برضو ان في مجموعه عمل مشكله من الوزاره ومن الفروع المختلفه. يا دكتور محمد، انت طلبت مني دلوقتي اعمل موضوع له علاقه بالتشجير مثلا. تمام. وانا مش عايزه اعمله، وانا جايه وعايزه اتعاون معاكم، بس انا مش عايزه اعمله. الامور هتمشي ازاي؟ حضرتك بتتكلمي على ان حضرتك جايه من بره ولا جايه من الوزاره؟ ما هو ده مرحلتين هنتكلم فيهم، تمكين الشباب من خارج الوزاره، والخطوه اللي هتاخدها الوزاره من تمكين شباب داخل الوزاره. هنتكلم على النقطتين. خلينا نبتدي بان انا من خارج الوزاره وعايز اتعاون. يعني بتمشوا ازاي؟ احنا عندنا طبعا في الوزاره مرحب باي تعاون مع اي جهه خارجيه، تمام؟ منهم الشباب على سبيل المثال. بنتعاون مع الشباب في الجامعات من خلال التوعيه والاعلام، بنتعامل مع الشباب في مراكز الشباب، بنتعامل معاهم في المدارس الى اخره. لو في مشروعات موجوده بتيجي، المشروعات دي بتدرس، وبيبقى في طبعا معايير للتقييم المشروع دوت، هل هو فعلا قابل ولا مش قابل للتطبيق. في بعض المشروعات القابله للتطبيق وتبقى بتحقق الاهداف اللي الوزاره المفروض حطاها، فاكيد ما فيش تاخير ان هو هيتاخد القرار ان المشروع ده يتنفذ. بالنسبه للتمكين الداخلي، لا هي بدات وبالفعل زي ما حضرتك قلنا، احنا بقى في معاونين من الشباب في الوزاره، ومش كده وبس، لا في قيادات الصف الثاني في الوزاره بدات تستعين بالشباب برضه. فده اوريدي بقى موجود الحمد لله يعني. بس احنا بنطمح الحقيقه ان المستقبل يبقى فيه اكتر شريحه اكتر من كده، وبنطمح يبقى فيه برامج للتمكين بالظبط. والتمكين ده عشان اعمله لازم يبقى فيه تاهيل كويس وبرامج تدريبيه كويسه.
علشان نقدر ان احنا نطمن ان الشاب اللي جاي مؤهل، جاي كويس ان هو يبدا يشارك بفعاليه. خلينا نتفق ان مؤخرا في الوزارات بالذات بعض كثير من الوزارات اللي فيها شباب يعني متعلمين كويس، بقى في مشروعات بتنزل لدعم هؤلاء الشباب، سواء منح لدراسة الماجستير مع جامعات صديقة في دول أخرى، أو دراسات MBA أو يعني أيا كانت الشهادات الموازية ليها يعني. ده بيبقى هدفه خلق شاب متعلم عنده اطلاع على ثقافات أخرى، عنده رؤية أوسع لحل المشكلات، وده بيتهيألي واحدة من أهم الخطوات اللي من خلالها بيتم تمكين الشباب. متخيل أن في المرحلة القادمة لابد من تكثيف هذه المنح لتمكين الشباب أكتر من أنهم يقدروا يوصلوا لمناصب عليا، وده كمان مع سلك الأداري اللي عندنا ده بيختصر من سنوات الترقي يعني. ولا حضرتك شايف ان ده برضو ممكن يشتت الناس ما بين انها بتبقى بتشتغل في دراستها وبتشتغل في شغل الوزارة اللي هو بقى كتير مؤخرا؟ يعني شايف ايه اللي ممكن يحصل لدعم فكرة التمكين؟ شوفي انا هقول لحضرتك حاجة، لو احنا جينا بصينا الفلاش باك كده هنبص نلاقي ان كان دايما بيتقال ان احنا بنتعلم حاجة ونيجي بنشتغل حاجة تانية، ويمكن دي من احد المشاكل اللي احنا مواجهانا دلوقتي، ان معظم الناس مش كلهم ما بيشتغلوش في مجال تخصصي. طيب بقى واقع، وده افرز مشاكل كتير في الجهاز الاداري بشكل عام. اسف على المقاطعه، الفرق لما يبقى عندك الضيف شاب انه ما بيجيش يقول كلام اي كده كلام استهلاك محلي التلفزيون، نادرا لما بيبقى حد قاعد قدامي على الترابيزه ويقول عن كلام حقيقي. يعني كل الناس اللي بتقول كل الناس بتشتغل الشغل اللي هو تمام واحسن شغل، لما بيبقى الضيف شاب وجاي من في وسط الشباب ومن قلبهم عارف يتكلم شبههم، فهو بيقول لك بمنتهى السلاسه في الدنيا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه طبيعي. اتفضل يا دكتور، عذرا للمقاطعه، بس هو ده اللي بنتكلم فيه، ان هو ده فعلا بوادر التغيير ابتدت تظهر حتى في لغه الحوار. بالظبط، ويمكن دي الحقيقه، وإن لو ما نقلناش الحقيقه وما نقلناش نبض الشباب يبقى احنا معلش يعني ما عندناش مصداقيه ومش هيصدقونا في التعامل بعد كده. تمام. فالمشاكل دي افرزت في الجهاز الاداري واحنا موجوده دلوقتي وبتعاني الدوله منها مؤخرا يعني. بطمح بصراحه ان الفتره اللي جايه يتعمل برامج للتنميه البشريه، للتدريب لتدريب الكوادر ديت زي ما حضرتك قلتي. ممكن تعمل برامج خارج مصر، برامج داخل مصر في التخصص في مجال الشغل بتاعه، هتفرق كتير قوي لو اتعملت ده. اعتقد في تجربه ناجحه اللي هي تجربه البرنامج الرئاسي، وان هو انتقى مجموعه من الشباب علشان يأهلهم برضو كخطوه من خطوات التمكين. انا بحلم ان يبقى في اكتر من برنامج بالنوعيه ديت على المجالات كلها، وبالاخص الجهاز الاداري في الدوله. ده هيعمل نقله الحقيقه. النقله ديت ممكن تختصر علينا وقت كتير قوي، لان الشاب اللي هيبقى جاي هيبقى شاب واعي، بدا يتعلم بره ويشوف العالم بيفكر ازاي، هيختلف التفكير بتاعه عن ما كان في المكان اللي هو فيه. وزي ما حضرتك يعني يمكن احنا النهارده بنتكلم في برنامج تيجي نبنيها. عشان نبنيها لازم يبقى عندنا شباب مؤهل، ولازم عشان نأهل الشباب دوت يبقى فيه إرادة عشان تحقق التأهيل دوت. دكتور محمد فاروق، معاون وزير البيئة، شكرا على وجودك وشكرا على توضيحك، وشكرا ان عندك احلام وان شاء الله تسعد انك تحققها انت وباقي الشباب. اتكلمنا قد ما قدرنا في هذا الموضوع. الشارع له رأي، تعالوا مع بعض نشوفه ونرجع تاني نكمل حلقتنا ونشوف تاني ثمار التجربة. مش معانا النهارده معاون وزير واحد، معانا 2 معاون وزراء في الحلقة. خليكم معانا بعد التقرير نرجع تاني نكمل حلقتنا، ومعاون وزير الصحة هتكون موجودة معانا. خليكم معانا.